ووقف عن يمينها ميكائيل وبين يديها جبريل ولهم زجل بالتسبيح والتقديس والتهليل للملك الجليل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأكبرت الحور العين إلى أمه آمنة الكريمة تبشرها بأنها من جميع المخاوف آمنة وتنوب عن القوابل البشرية بالسعادة الأبدية والغرة القمرية والطلعة المحمدية أخذها المخاض واشتد بها آلامه وولدت النبي وولدت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمامه صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على عليك
kepada Allah Subhanahu wa taala.
akhir zaman. Untuk teman beliau para Allah Subhanahu wa taala dan kita di sini sama-sama kita buka dan melafazkan surah Al-Fatihah. Ana hazihi niyya wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in dan muslimin wa muslimat wal mu'minin wal walidina wa walidihim khassah wa li jami'il muslimin amma wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan diawali pada sama-sama pembukaan Al-Fatihah khusus tentunya nanti akan disampaikan oleh Ustaz Yaitus Muhammad Suhaib dan untuk pembacaan surah Al-Mulk atau Tawaraq kami akan kepada kami yang buat SPD dan nanti itu memimpin pelaksanaan zikir bersama ini untuk punya majlis ini yang besar yaitu Haji Mustafa. Tentunya tidak kami padu lagi sebagaimana biasa berjalan seperti biasa. Allah. وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات واحتفظنا والملكوت والجبروت بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير فأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فتعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم يعزركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أهلك أعمالكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين
وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض. وارض الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي القدر جلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين. أفضل ذكري لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا Nur Muhammad sallallahu
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La الصلاة والسلام عليك يا ناصر الحق يا رسول الله. لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله الحق وصدقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قل آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الفاتحة. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalatu wassalamu alayka ya Habibullah. Wassalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Wassalatu wassalamu alayka ya Nabiyullah. Al-mazamatu lillahi takbira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wa'fu anna ya Allah. Waghfir lana ya Rahman. Waghfir lana ya Rahim. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاضل حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وإلى أبينا آدم ومن حواء والحجر وإلياس وهاب هذه الأمة سيدنا عبد الله بن عباس وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم شيء لله ولهم الفاتحة. والحاضرين والغائبين والمستمعين
والمقيمين في بذلك للمسلمين يا رب العالمين. ونفنع ونختم بها إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسادة الدنيا وملوك الآخرة. شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة عظمة وسبح وسائر القرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا من أهل الخير، وأن تجعلنا يا مولانا معاملتك بكل خير. اللهم اغفر لك استجب دعانا يا الله، واشف أمراضنا واغفر همنا واسع رزقنا ويسر أمورنا واقضي بفضلك حوائجنا وارحم أمواتنا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين. واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هام وبلاء مخرجا. واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هام وبلاء مخرجا. واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هام وبلاء مخرجا. واكمل بنا للغيظ والخسران كل عدو مفتري وجاني. واجعل لنا من لطفك الخفي حجاب شتر سامني سني. يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار. يا ربي وفزنا إلى الممات من فتن الزمان والآفات. واختم لنا يا ربي بالإيمان وحصنا بالفوز بالجنان. واختم لنا يا ربي بالإيمان وحصنا بالفوز بالجنان. واختم لنا يا ربي بالإيمان وحصنا بالفوز بالجنان. يا بر يا كريم يا أصول يا من لنا إحسانه المبذول. يا ربي واغفر للأبين الجاني محمد شهير بالسمان. يا ربي واغفر للأبين الجاني محمد شهير بالسمان. يا ربي واغفر للأبين الجاني محمد شهير بالسمان. ووالدي وكذا الأشياء وكل من أضحى له مواهي ومن له بسلكه قد انتظم بحق من فيك له أضحى قدم. ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الحاشمي أحمد. ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الحاشمي أحمد. ثم الصلاة والسلام شرمدا على الرسول المصطفى نور الهدى والآل والأصحاب والأتباع وكل صاب لهما كداعي. سيدنا محمد بشر لا
كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر سيدنا محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر سيدنا محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر سيدنا محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر سيدنا محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر سيدنا محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر سيدنا محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر إلهي يا كريم فاغفر ذنوبنا بجاه المصطفى فرج علينا إلهي يا كريم بنا يا الله المصطفى الله لي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد الله لي نعم الولي الله لي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد يا رب صل على رسول محمد سر الأولى والأنبياء والمرسلين راضحا من أولا صلى الله على محمد يا مولاي صلى الله عليه وسلم يا الله صلى الله على محمد يا مولاي يا رب صل عليه وسلم يا الله تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan satu benteng yang insya Allah kalau kita berada di dalamnya maka kita akan mendapatkan penjagaan dan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apabila ini kamu pakai, apabila ini kamu jadikan untuk bacaan dan wirid, maka dia akan menjelma ke dalam setiap pori kita, insya Allah sampai akhir hayat nanti. Apabila itu dijaga, dakhalal jannah, akan menempati surganya Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, mari kita teruskan, kita jaga zikir ini agar dapat membentengi daripada diri kita ini. Kalau kita lepas dari kalimat ini, la ilaha illallah
maka kita akan celaka. Tidak ada tempat lain di sisi Allah kecuali dengan kalimat la ilaha illallah, bukan mendahului qada-qadar Allah. Apabila orang sudah menyimpang dari ketentuan Allah, maka dia akan mendapatkan kecelakaan, akan mendapatkan kehinaan, akan mendapatkan kebinasaan, dan tempatnya di akhirat nanti tidak ada lain nerakanya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Demikian saja pembicaraan kami. Allah maufiqlah kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.